السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا هخش في الموضوع على طول. هعمل معاكم فراخ مشوية. هوريكم طريقتها ازاي. انا هنا غسلتها، دي وراك زي ما احنا ما شايفين. تجيبيها كبيرة تجيبيها صغيرة براحتك. انا غسلتها كويس ونغستها بالسكينة كده، حطها في شوية ملح وليمون. تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. هي سهلة قوي بس الطريقة دي جميلة وبتاكل الفراخ بنفس، ما فيهاش ريحة زفارة، طعمها حلو، لحمها دايب، جميلة قوي. اول حاجه هنا هخرط قوطه او هخلطها في الخلاط، قوطيتين كبار وبصلتين برضو هضربهم في الخلاط، بس دي لوحديها ودي لوحديها، مش هضرب مع بعض. الطريقه دي مش هضربهم مع بعض. لما ببقى حاطه لها زبادي والكلام ده بتبقى مع بعضهم، كل الكلام ده في الخلاط. لا دلوقتي هي هعملها بطريقه والدتي. احلى طريقه فراخ بحب بعشقها كده، وبنحبها وبنغمس الصوص اللي فيها قبل ما ناكل الفراخ، يعني اكتر ما بناكل الفراخ. تمام. معايا هنا بقى طماطم، ضربت الطماطم بتاعتي في الخلاط زي ما انتم شايفين. هفرم البصل برضو وارجع لكم. في نفس الكبه بتاعتي حطيت بصل اهو، هضربه برضو في الكبه. رجعت لكم هنا، انا ضربت البصل هحط عليه المكونات دي. المكون الاساسي معانا في الفراخ المشويه دي، صدقوني الطريقه دي تحفه، ريحتها هتجيب اخر الدنيا، طعمها هتلاقوه مفيش احلى من كده. المكون دوت هو الليمون. انا هعصر حوالي ليمونتين او 3. تمام. وهحط مكعب مرق الدجاج، وقرن فلفل اخضر رومي، وفص ثوم، والتوابل بتاعتي، وطبعا هحيق بالملح. التوابل بتاعتي ملح، فلفل اسمر، وبهارات مشكله، ربع معلقه 7 بهارات. الحاجات دي كلها، الفلفل الاسمر نص معلقه، انما بقيه التوابل ربع معلقه. توابل مشكله ربع معلقه، 7 بهارات ربع معلقه كاري، ربع معلقه بابريكا. ما رضيتش احط توم باودر وبصل باودر، لان انا عندي اوريدي حاطه هنا فص توم اهو، والبصل تمام يعني كميه كويسه، فمش محتاجه ان انا احط توم باودر وبصل باودر عشان الطعم ما يبقاش قوي قوي. الليمون هيديكي نتيجه روعه بجد، خدوها على ضمانتي الطريقه دي اهو. هحط هنا بقى التوابل بتاعتي هنا كده زي ما انتم شايفين، وهحط فص الثوم بتاعي ده برضو، وهحط الفلفل. ممكن في الخلاط على فكره، بس انا عشان الكبه استخدمتها وكده في كذا حاجه، فقلت بقى مش هبهدل الخلاط يعني. انما طبعا الكلام ده كله ينفع في الخلاط، والطماطم على البصل على الثوم على الفلفل الاخضر على التوابل، كل ده تمام 10 على 10. ممكن تزودي علبه زبادي، بس انا اكتفيت بان في ليمون. الليمون هو اللي بيديني التست حلو قوي. وهحط معلقه يا اما كاتشب يا اما باربيكيو، لو ما فيش خالص مش مشكله. الاطعمه ديت حاجه بتحطيها منك انت، يعني انت بتحبي الحاجه ديت تمام، مش بتحبيها خلاص. فاهميني؟ اهو زي ما انتم شايفين حطيت القالب الماجي. هعصر كميه الليمون اللي انا قلت لكم عليها، ليمونتين او 3، يعني لو وسط يبقوا 3، لو كبار يبقوا ليمونتين. انا عشان الليمون بتاعي وسط الحجم ده فحطيت 3. تمام. هكمل عصر الليمون وارجع لكم. انا هنا حطيت الطماطم في البوله دي او الاستكايه دي. فضيت اهو بقى البصل. طبعا البصل لونه بقى كده من التوابل. تمام. طبعا ما حطيتش الملح مع البصل والتوابل، هحطه هنا دلوقتي. الملح على حسب كميه الحياء بتاعتك، يعني حوالي معلقه ملح عشان الفراخ ديت تتحيق لحمتها من جوه كويس. هقلب بقى انا طبعا بايديا الخليط ده كله كده بجد يا جماعه. حطيت انا هنا معلقه صغيره، معلقه كبيره كاتشب، وعلى حرف المعلقه كده ربع معلقه مستردة. رصيت الفراخ عندي في صينيه زي ما احنا ما شايفين، بس انا همسك ورك الاول. حبيت اوريكم برده انا هعمل ايه بالظبط، وهدعكوا كده كلهم، هعملهم بالشكل ده. وهمسك كده ما بين الجلد كده، هعمل فراغ كده بايديا، احاول اوسع زي ما انتم ما شايفين هنا كده، وهحط هنا بقى كده ما بين الجلد واللحم كده.
ماشي. وهضغط بايدي في الفتحات اللي هي دي. بص انا فاتحه ايدي باينه من الناحيه التانية ازاي. بحط انا التتبيله في الحتت اللي جوه دي. تمام. وهقلبها وبرده هنا نفس الكلام وفي الحتت دي كلها بس. وهرصها بقى واحط رش عليها شويه زيت وهخليها تغلي غلوه على النار. وبعدين هدخلها الفرن وهتابعها طبعا لحد ما تاخد لون حلو. وهقابلكم بقى ان شاء الله. حطيت الفراخ بتاعتي في الصينيه زي ما انتم شايفين. بقيه الصوص اللي فاضل ده هحطه عليها كده. مش هسيب اي حاجه لان الصوص والتتبيله والحاجات دي والبصل والحاجات دي كلها هي اللي هتتاكل قبل الفراخ من جمالها. تمام. زي ما احنا ما شايفين هرش رشه زيت بسيطه عشان بس تكرمر لي الفراخ وتخديني شكل حلو. بسم الله. بس وهحطها على البوتاجاز بقى تغلي غلوه واحده او غلوتين كده وبعدين هدخلها الفرن. ان شاء الله اقابلكم وانا بقدمها لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما الفراخ بتاعتي طلعت من الفرن. والله يا جماعه ان الكاميرا والتصوير ظالمها، يعني لونها اروع من كده بكتير. وقد ايه هي دايبه دوب كده وخطيره بجد. بصوا هي مش هتستحمل اصلا المسكه بتاعتي. بصوا زي ما احنا ما شايفين. عايزه سخنه جدا. بسم الله. بصوا هتتهري. وادي الفراخ بتاعتنا قدمناها بالشكل التحفه ده. شويه بقدونس كده يظبطوا لي الدنيا. والله العظيم يا جماعه لو اقول لكم هي قد ايه طعمها تحفه ودايبه دوب. يعني انا مش قادره اقول لكم. بصوا العضميه. بصوا بصوا من ذوبانها ومن جمالها. بجد جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم جدا. ويا رب اكون عند حسن ظنكم. عايزه اقول لكم على حاجه. طعم الليمون فيها مش باين بقى ان هو زي طعم الليمون. مديها مزازه كده وطعم تحفه. يعني سوري في بصوا الصوص اللي في الصينيه ده عندي اهم من الفراخ. حاجه كده فظيعه. يا رب اكون عند حسن ظنكم وان شاء الله طريقتي تعجبكم. السلام عليكم.